منطقة الشهابي الأولى القريبة من الفلوجة، حيث أنها تفتقر إلى الخدمات ولم يصلها الماء منذ أكثر من عقدين من الزمن. التفاصيل مع صباح الطائي. بعد المناشدات التي أطلقها المواطنون في منطقة الشهابي الأولى القريبة من قضاء الفلوجة فيما يخص الماء الصالح للشرب، باشرت الكوادر الفنية التابعة لمركز ماء الفلوجة بمد أنبوب الماء إلى المنطقة وإيصال الماء بأسرع وقت ممكن. بناء على توجيهات السيد مدير ماء الأنبار المحترم المهندس محمود سالم، وبإشراف مباشر من قبل المهندس منذر حميد مطلق مسؤول مركز ماء الفلوجة، باشرت ملاكاتنا الفنية بتنفيذ خط أنبوب قطر 8 إنج إلى منطقة الشهابي الأولى، مع تنفيذ مضخة دفع 250 في 60 التي سوف تساهم في القضاء على شحة الماء في منطقة الشهابي. وكما استبشروا أهالي المنطقة في فرحتهم لإنجاز دائرة ماء الفلوجة وإيصال الماء إليهم إن شاء الله. كانت هذه المنطقة تعاني من شحة المياه ما يقارب أكثر من 15 أو إلى 20 سنة، نعاني من هذا الشحة وعدم التواصل مع أهل المنطقة لوصول هذا الماء، والحمد لله جهود مشكورة من مدير الماء الفلوجة بسعيه المشكور لتقديم الماء ووصول هذا الأنبوب إلى المنطقة، وسوف يتم الإنجاز خلال يومين أو أكثر، وإن شاء الله كل إلى آخر نقطة في المنطقة يصل إليها الماء. المواطنون أكدوا أن هذه المناطق لم تصلها الخدمات منذ أكثر من عقدين من الزمن، وهي اليوم تشهد وصول أنبوب الماء الصالح للشرب، وتحتاج إلى جهود الدوائر الأخرى ومنها البلدية والكهرباء وغيرها من الدوائر الساندة لها. استاذ احنا كنا نعاني من 2007 على شغلة الماء، ونعاني حيل من عندها، وجزاهم الله بألف خير جماعة الفلوجة اشتغلوا لنا بشغلة الماء، واليوم باشرا بي وجزاهم الله بألف خير. ونعاني بعد من شغلة الكهرباء وشغلة التبليط مالنا، الخدمات حيل تعبانة، واليوم باشرنا بالماء شغلة الماء يكملهم إن شاء الله. جماعة الفلوجة ورحم الله والديهم وجزاهم الله بألف خير. احنا اهالي منطقة الشهابي الأولى نشكر جهود دائرة ماء الفلوجة على هاي جهودهم بمد الماء إلى منطقة الشهابي. نعاني احنا صار لنا تقريبا بال 15 سنة أو أكثر بدون ماء، وعندنا إسالة واحدة ويا هاي المنطقة مراشن يوم لهاي المنطقة ويوم لهاي. تواصل دائرة مركز ماء الفلوجة عملها الدؤوب متمثلة بكوادرها الفنية في إيصال المياه إلى القرى والأرياف القريبة من المدن، وها هم اليوم يعملون على إيصال المياه إلى منطقة الشهابي الأولى القريبة من مدينة الفلوجة. لقناة الطليعة الفضائية صباح الطائي، الأنبار.